البنات السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير ونلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم البنات شاركت معكم هذه الكيكه، صراحه كتجي زوينه بزاف، درتها كنشاركها معكم علاش لا. كيكه ديال الكرواسه دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، شفتها قلت نجربها معكم، صراحه صدقات جات زوينه. ندوزو الطريقه ديال التحضير. عندنا هنا كناخذوا كرواسه، اي نوع عندنا ديال الكرواسه، واخا يكونوا اشكال مختلفه ماشي مشكل، كلنا كتشد لنا كرواسه كتشد لنا وحده جوج كنرميوها، ما نرميوهمش نحتفظوا بهم في الكونجيلاتور ونقدروا نحضر بهم هاد الكيكه هذه. صراحه جات زوينه بزاف، كتجي ساهله دغيا كتوجد، ما كتديش معاك الوقت وكتجي معلكه من الداخل، كتجي زوينه. صافي كرواسه هنا دغيا كتقطع لي لانها كانت في الثلاجه، كتجيني سهله في التقطاع. تقدري توجديها في 10 دقائق حتى يدخلوا عندك الضياف نوضي تخلطيها، كتخشيها في الفران دغيا كتوجد. صافي هنا ملي قطعتها كامله كنرجع نعاود نشوف ياك ما كاينش شي طريفات ديال القناه هكا يكونوا غلاظ ولا شي حاجه، نرققهم. صافي هنا كناخذ شي كاسرون كندير فيه نص لتر ديال الحليب، هنا كنضيف 3 المعالق كبار ديال كريم باتيسير، ونقدروا نستعملوا النشا، ولكن صراحه الكريم كتجي احسن، كيكون فيها واحد المذاق زوين. ضفت 3 المعالق ديال السكر سنيده، وانتم على حسب الذوق، اللي كيبغي السكر ناقص راه غادي ينقص، اللي كيبغي الحلاوه غادي يزيد. صافي كنحركو مزيان حتى يحيدوا منه داك الكبيرات ديالو. صافي كنديرو فوق النار وكنستمر عليه في التحراك، ما كنحبسش عليه. كما عارفين الكريمه الا ما حركناهاش كتكور لينا. صافي حلوه حنا حتى المهم بعد ما طابت حتى تجمد هكا. صافي كنحطها على جنب نديرها تبرد. صافي بعد ما بردات واحد ربع ساعه هنا كندير لها كاس كبير ديال الحليب، نخليوه حتى تبرد باش ما تخسرناش البيض. صافي من بعد كنضيفو 2 بيضات، هنا البيض هنا درتو مباشره لاني متاكده منه انه طري. صافي هنا كناخذوا الطراب ديال الضو، ضروري الطراب ديال الضو باش كنطلعوا هاد الكريمه هذه. هاد الكريمه هذه بوحدي صراحه كتجي زوينه، الكريم مع الحليب مع البيض. صافي هادو هما العناصر اللي كنحتاجو، ما كنديروا فيها لا خماره لا والو، نديروا فيها لا خماره لا زيت. صافي هنا درت واحد الساشي ديال الفاني، ضفت واحد المعلقه ديال نسلي هذا اختياري انا، غير كان عندي درتو كيعجبني كيعطي تساليكه في الكيكه. صافي كنعاود نطرب مزيان ندمج هاد العناصر ديالي. صافي هنا خديت هاد اللوز هذا قسمته شويه هكا، ما غاديش نطحنو باش ما يوليليش طحين، غادي نهرسو هكذا نقسموهم على 2 ولا على 3. صافي هنا كناخذ داك الخليط اللي عندي، بعد ما خلطته مزيان كناخذو كنخويه على هاد الكرواسه. الا كانت عندكم كرواسه كثيره تقدروا تذوبوا المقادير، ديروا طرو ديال الحليب. الا كانت عندكم جهد 6 7 صافي مزيان كديروا غير 6 طرو ديال الحليب. الا واخا بان لكم الخليط كيكون خفيف راه من بعد راه حط فيه البيض من بعد راه كيشرب. قبل ما ديروه في الفران راه الكرواسه كتشرب داك الخليط ديالها، يعني الا من الاول درناها قاصحه غادي تجينا قاصحه، نخليوها شويه خفيفه باش الكرواسه كتشرب لينا. صافي من داك الكركاع اللي عندي ضفت النص ديالو، النص غادي نديروه من الفوق، عاوتاني عندي هاد الشكلاط هذا حتى هو ضفت النص ديالو. صافي كنخلط هادشي مزيان، كيف لاحظتوا نتوما بدا كيتقال لان الكرواسه كتشرب.
هاد الاثناء هادي انا رشعلت الفران، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت. صافي خديت هاد المول هذا غلفتو هنا بالبابي، ما نحتاجو لا ندهنوه لا والو. صافي نوزعوه هكا بشكل متساوي. واخا ما فيها لا خميره لا والو راه كتطلع، لان البيض كينفخ ملي كتشرب البراد كتطلع. صافي كنزين الفوق كنضيفو داك الكاع اللي بقى لينا، نضيفو الشكلاط. صافي كندخلوها الفران، كنشعلو عليها من الفوق ومن التحت، لان ماشي بحال الكيكه غادي نخافو زعما لا تطلع وتهبط. نشعلو لها في الاول من الفوق ومن التحت، كنخليوها تقريبا واحد 25 دقيقه. وها الكيك ديالنا هي واجده كيف لاحظتوا، ما فيهاش المقادير بزاف، ما فيهاش الخدمه. انا هنا استعملت هذا المول هذا اللي كيتحل. فغادي نحاولوا نحيدوا البابي غير بشويه، لانها فيها الشكلاط تقدر تلصق لينا. وهذه هي الكيكه ديالنا اليوم، نتمنى تعجبكم وجربوها. هاد الكيكه البنات راه كتكال سخونه ما كتكالش بارده، الا بقات لكم شاطط تقدروا تسخنوها عاد تاكلوها. كتجيب واحد الشكل زوين، شكل مختلف. واللي بقى معايا حتى لهنا كنقول لكم شكرا لكم. ما تنساونيش من لي لايك، ما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم. شكرا للدعم ديالكم، بكم انا مستمره. ومره اخرى كنقول لكم شكرا لكم، الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.